السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنجويد بعد ما شفشفوا النيالة قالوا الدور جاي لكل المناطق سيطرتهم ما عدا الديان. في تسجيل ناري من الجنجويدي كتمها في حكومة التعسيس وكل القيادات الجنجويد. نسمع التسجيل ونجي نعلق. فضلا اشترك في القناة وأدعم المقطع بلايك عشان الرسالة تصل. نستمع كلام الجنجويدي بعدك نجي نعلق. الموضوع اللي حصل في نيالا دي والله موضوع مؤسف جدا، موضوع مؤسف جدا، والموضوع كمان قام من مكان ما يستحق ان يقوم فيه. طيب يا جماعه، الحصل حصل، ناس الجيران يبلوا راسكم، ناس الضعيم يبلوا راسكم، ناس نيالا يبلوا راسكم، ناس زالنجه يبلوا راسكم، كلكم يبلوا راسكم. واقسم بالله الموضوع ده كله جاي. ما حتقول لي، ما حتقنعني، لانه دي رئاسه الولايه بيقوم فيه، دي رئاسه الولايه شفشافه بياكلوا لهم سوق زي ده، دي رئاسه الولايه شفشافه بيسرقوا لهم زول ويطلبوا فوق الراجلين شنو البقيه. ما حتنبلى برضه نفس ده. قام من مكان الرئيس بنو مطار وتقوم، قام من مكان اساس الحكومه ذاتها اللي هي بيقولوا عليها حكومه تاسيس، وما بالك بالولايات الاخرى، وما بالك بالمحليات الاخرى، وما بالك بالمدن الاخرى والقرى الاخرى. اذا انه انت في رئاسه حكومتك ما قادر تبسط هيبه الدوله، فكيف عليك ان تحمل بقيه؟ هو ده لعب يا اخي، ده لعب والله بارواح الناس، وده لعب على حساب الاخرين، ده لعب، ده ما حكم يا ناس. يا اخي انتوا قاعدين تلعبوا، يا اخي قاعدين تلعبوا والله. يعني ما بالك في رئاسة الولاية يعملوا عمل زي ده، ونحن البقية هنعمل شنو يعني؟ ما في كلام زي ده. إما أن يكون القانون يسود الجميع، وأما أن تكون أي زول يحمي نفسه بنفسه. ما في، ده لعب والله، والله ده لعب. وأي زول بقول لي في حكم، ما في أي حكم يا زول، ما في أي حكومة يا زول. أنا من هنا بقول لكم ما في أي حكومة. وين الحكومة؟ حكومة زول في وسط العاصمة بتاعت الإقليم كله، تهدد، تشيل، ياكلوا سوق. منو اللي بقول لي في حكومه؟ اقسم بالله زول بقول لي حكومه خطاب، ياتي حكومه دي حكومه يا اخي. انت في نفس رئاستك محل، زي ما قال الجماعه، محل رئيسك قاعد ووزاراتك وحكومتك كلها مؤسسه هناك، ورئاسه جيشك وطيرانك بينزل وبقوم ياكلوا لهم سوق كامل زي ده، وده محل رئاستك. طيب ما بال الولايات الاخرى؟ هو يا ناس انتوا قاعدين تلعبوا بمشاعرنا ولا شنو؟ انتوا قاعدين تلعبوا بمشاعرنا ولا شنو؟ قانون ده قانون يا زول، يحسم الفوضى يا زول. ده اي زول ما تقول لي ده قريب وشفت ناس قريبك دي طلعت دي من زمان الكيزان للان. انت قريبك ضابط بتركب ضابط يجي يحلك، انت قريبك وزير تركب جريمه الوزير يجي يحلك، انت قريبك معتمد تركب معتمد يجي يحلك. دي طلعت ايماننا والحاجاتنا الحرب والسودان في نفس اللحظه دي، وانتوا دارين تجوا نفس السيناريو القديم وتمشوا في الدرب القديم. يبقى ما في كلام زي ده يا ناس. السلام عليكم. القانون ده قانون، القانون ده قانون، والقانون ده فوق الجميع. الان ناس اكلوا في نياله، فاتوا ضربوا وقنجه قامت وين؟ قامت في بتاع في اللهم صل على سيدنا محمد، في شريف كباشي. ناس بقتاليه جو ماشيين شنو ما عارف، طخ عملوا مشكله مع ناس، جاء قائد المنطقه ده ضرب عليك دينك وايمانك. ده شنو ده انا افهم شنو هسه، انا اقول شنو كده هسه افهم شنو ذاته. هو انتوا قاعدين تلعبوا اللعب يا جماعه. القانون ده يمشي عديل، ما تعرف لي ده ضابط، ما تعرف لي ده عسكري، ما تعرف لي ده زفت. اي زول انجرف من القانون ده ينبلبس. لكن انت يا اخي بتجامل لك في ناس وبكسب الاخرين، يبقى انه كلامك ده ما صح. خلي البلد تمشي انفكوا، وهي اصلا كده ماشي انفكوا، اصلا كده بوضوحكم ده انفكوا بس. اي انفكوا. يعني الحكومه اللي بتربطه بتمسكه. اذا في حكومه انه ما كان الحصل في نيالا ده يحصل، اذا في حكومه ما كان الحصل في الشريف كباشي ده يحصل. طبعا بعد ما شفشفوا النيالة أفاد المصادر من داخل مدينة نيالة حالة فوضى من العمليات النهب ومطالبة بعض الجنجويد بعلاج خارج السودان. حكومة تأسيس تنقل مكاتفه وتكتفي بإدارة حكومة من كمبالا. وقال شهود العيان أن بعض الأسماء من الوزارة هربوا، من بينهم الدين نقط وسليمان سندل وسطاهر هجر. طبعا جنجويد ذكر بعد نيالة دور قال جاي على زالينجا وجنينة والفاشر وكل مناطق سيطرتهم ما عدا الدئان، لأنه الدئان فيه يعني إدارات أهلية حقهم، حكومة حقهم، كل شيء يعني أهلهم كده. عشان كده بيشوفوا مناطق فيه فلنقايات، ناس التعبين عليهم زي الطاهر هجر وسليمان سندل، بمشوا مناطقكم بشفشفوا أهلكم. رئيس مجلس السيادة يستلم رسالة خطاب من شقيقه رئيس جمهورية جنوب السودان. تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي فريق أول ركن عبد الفتاح برهان اليوم رسالة خطاب من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ووفقا للتعاون المشترك في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدي لقاءاته اليوم بوفد رفيع مستوى من الجمهورية جنوب السودان برئاسة توت جلواك مستشار رئيس الفكر لشؤون الأمنية. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد في تصريح صحفي أن اللقاء تناولت الشجاعة التي ارتبط بين شعب بلدين، مبينا أن رئيس المجلس السيادي وجه كافة جهاز الدولة على مستويات الوزارية والفنية لانقراض مع نظيرهم في دولة جنوب السودان لبحث علاقات القضايا ذات اهتمام مشترك اللاسيمة في مجال القضاء الحيوي متمثلة في القطاع الطاقة والنفط والتجارة والاقتصاد بجانب العلاقات السياسية بين البلدين. وأشار إلى موقف الدولة جنوب السودان حكومة وشعبا داعما للسودان. من جانب أوضح وزير الخارجية الدولة جنوب السودان أن رسالة رئيس الفكر لشقيقه الرئيس برهان تأتي في إطار علاقات أخوية مبنية على علاقات ثنائية بين السودان وجمهورية السودان. وأضاف أن اللقاء تناولت أيضا قضايا ثنائية النفط والتجارة والاستثمار. وقال أن السودان وجنوب السودان اتفقا على ضرورة انقراض الوفد البلدين في اجتماع ثنائي وفنيا لمعالجة قضايا ذات اهتمام مشترك.